السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسلام. بمناسبة بقى الطبخ الجزائري والأكلات التقليدية أو الأكلات الجزائرية الجميلة، هنعرف كده شوية أسرار أو تكات كده بلغتنا يعني المصرية، تكات كده أو حاجات كده أسرار كده جميلة مع الإعلامية نوال القاضي. طبعا هي سفيرة التراث الجزائري. فتعالوا نشوف كده ايه اهم الاطباق التقليدية في الجزائر والاكلات الجميلة، ونتعرف مع بعض ونعرف كده معلومات عن الاكلات في الجزائر. اتفضلوا معايا. صباح. ايه هذه هي بالذات هي بالذات ايه بالدرجة. ايه بالدرجة الجزائرية اللهجة نتاعنا. تمام، شكرا لك يا سيدة نوال. يعني كثير في أطباق قدامنا، خلينا نحكي هيك بشكل عام عن أشهر المأكولات في الجزائر. صباح الخير عليكم وصباح الخير للمشاهدين الكرام اللي يشاهدونا اليوم. في الحقيقة هي فرصة حتى نعرف بعاداتنا بتقاليدنا. احنا دائما الطبخ الجزائري مرتبط بيومياتنا، وارثينه في البيت. مثلا في البيت الجزائري نشوفوا انه الأم تمسك بنتها سن 8 سنوات تدخلها المطبخ. فنبلش ونشوف عنده ميزات كثيرة. المطبخ الجزائري معروف بالحلويات. في البداية كده الزي اللي هي لابساه يا جماعة تحفة، هي ما شاء الله قمر يعني. بس بجد لفت نظري الزي اللي هي لابساه، اللون والشكل، ويعني بجد أكيد أنتوا عارفوا أنه أجمل هدية ممكن تقدم هي الحلويات الجزائرية. في منوعة يعني نعم، ملونة كثير كمان. هي تنوعها يعود إلى كبر حجم الجزائر القارة. فعندنا الجنوب معروف أنه الحلويات تكون عادة بالتمور حسب المواد الموجودة في الطبيعة. يعني كل منطقة تختص بأنواع معينة من الحلويات. أكيد الآن منتشرة في كل مكان، لكن احنا نعرفه مثلا أنه كل ولاية أو كل منطقة في الجزائر معروفة بكيفية معينة. لما نقولوا الكعك مباشرة نقولوا كعكة المسان، لما نقولوا القطايف مباشرة نعرفوا ان هي العاصمة وشوارع العاصمة. عشان هيك شوفوا جبت لكم اغلى شيء، حتى الطقم انتقيناه شوفوا بالذهب. هذا ايه طقم من السيراميك والعسل الخالص. ما شاء الله يعني تنوع، في تميز، في خلطات. عندنا التوابل خلطة سرية، وكل منطقة عندها. مثلا لما نقولوا راس الحانوت، اكيد سمعتوا فيها راس الحانوت. هي تشكيلة لعدة توابل، أكثر من 7 توابل، لكن كل منطقة عندها ميزة التابل اللي يكون يطغى عليها. مثلا راس الحانوت في وهران مش نفسه اللي في بسكرة، مش نفسه اللي في قسنطينة. وراس الحانوت تبع الشوربة غير تبع الكسكسي، وغير تبع العوائل الفرنسية. يوم الأحد تسوي كسكسي. صحيح. يعني فاز حتى على الأطباق الفرنسية. الكاسوليه هي الفاصوليا البيضاء الفرنسية بالدرجة الأولى. الآن الفرنسيين ياكلوا ويطلبوا الكسكسي بطريقه. هذا التواجد الفرنسي في الجزائر. الاكلات المفضله. طب خلينا نحكي عن كل طبق باختصار. نعم اوكي. المهم اليوم جبت لكم على طبق جديد اسمه الرشته. هذا الطبق تقليدي جزائري غير معروف. هذا الرشته. هذا هو الرشته، وهي عجينه تصنع بعدين يعملوها تقطع بالايد او بالماكينه على شكل خيوط. كنت قدمتها هنا في قطر لزملاء لي والقطريين ذاقوها. ما شاء الله الجزائر يا جماعة قارة متنوعة بكل شيء، يعني فيها تنوع ثقافي كبير. هي ما شاء الله عشان تعدد الولايات اللي في الجزائر، فطبعا كل ولاية بتختلف عن التانية في عادات وتقاليد. يعني هي بتقول في توابل راس الحانوت دي أنا أول مرة أعرفها، يعني دي تقريبا توابل هي بتقول إن هي مختلفة يعني من ولاية لأخرى. فهي بتقول على فكرة حاجات معلومات جميلة جدا، في حاجات أنا أول مرة أسمعها، وفي حاجات هي بتعرفها. يعني هي رأيها بتقول فرصة إن احنا نعرف الناس التراث الجزائري او الطبخ الجزائري. فتعالوا بينا نكمل الفيديو. قالوا لي هذه النودلز الجزائرية غير معروفة، والله على شكل تجيب مرق أبيض وكتير كتير طيبة. هذه هي الرشتة. دجاج تصنع دائما بالدجاج. نعم، هي عادة بالدجاج، ونعملوها في المولد النبوي، نعملوها في المناسبات الدينية، في أفراحنا، في عدة مناسبات. يعني هناك هذا هو طبق الرشتة. أكلات ترتبط بالمناسبات. يعني أكيد. مثلا أكيد. يوم الجمعة هناك أكلة معينة. الكسكسي يوم الجمعة. طب بالأعياد بالمناسبات غير نعم. الكسكسي. عندنا مثلا في المولد النبوي نعملوا الطمينة، دقيق مع عسل، مع احتفالا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. قريبا
كمان عاشوراء. نعم، في عاشوراء نعملوا عادة الدجاج، دائما يكون دجاج مع الشخشوخة وهي شبه التريد القطري، نفس الشيء، هي رقائق تقطع ويحطوا عليها مرق تجيب هذا الشيء. مثلا في أعراس عندنا يوم الفاتحة أو يوم ما الإمام يجي يقرأ الفاتحة، احنا ضروري في الأعراس الجزائرية الفاتحة تكون في بيت العروسة ويطيبوا كسكسي، ضروري لازم كأنها يتباركوا. نتحدث عن المطبخ، يعني المغرب العربي بشكل عام نتحدث عن مزج جميل جدا ولذيذ جدا بين الحلو والمالح كمان. شو اللي بيميز المطبخ الجزائري عن المكونات؟ يعني نعم، اللي يميز المطبخ الجزائري عامة المكونات كلها طبيعية. من تعرفوا الجزائر خصبة، عندنا زيت الزيتون الخالص، عندنا ماء الورد اللي يقطر بطريقة تقليدية. طبعا هو مستخدم نعم، مستخدم كثير في الحلويات. هذه قطعة من المقروط التقليدي، هذا الشكل التقليدي. وفي بعد شكل آخر يعملوه، هلا صاروا يعملوه مقروط من هيك بأشكال متنوعة، لكن هذا التقليد. أول هذه خبزة القطايف نركز عليها كثير. نعم، اللي هي تشبه الكنافة. صحيح، بدي أسألك. نعم، هي صحيح، هي هذه الكيفية تقليدية جزائرية. الجميع يفكر أنها عثمانية، لكن هي مش عثمانية، أموية. كان الخليفة معاوية. هي ما شاء الله كمان جايبة معاها أكل، يعني تعرفنا عملي يعني. بس أنا لاحظت حاجة، هي القطايف أو القطايف عندكم غير عندنا، يعني أنا بحسبها واحدة. يعني إحنا مثلا عندنا القطايف دي أو القطايف بتبقى عبارة عن عجينة كده، بتبقى صغيرة كده مدورة، وبتتحشي مكسرات مثلا، زبيب، جوز الهند، عندنا الكنافة برضو، أي مكسرات، أي نوع مكسرات. وبعد كده بتتقفل وبتتحمر وتتحط بقى إيه في العسل أو الشربات، إحنا بنسميه عندنا شربات. بيبقى عبارة عن سكر ومية أو مثلا عسل، فبتتحط فيه كده وبتتصفى وبعد كده بتتاكل يعني. فغير عندكم خالص. أنا بحسب القطايف دي هيها عند الجزائر زي مصر، لكن طلعت مختلفة، هي تقريبا عاملة زي الكنافة كده، فمختلفة عندنا يعني. نعملوه في المناسبات كما نرى الآن على الشاشة. إذا الحلويات في المطبخ الجزائري حاضرة بشكل كبير جدا. نعم، أكيد هي جزء منا، جزء من تاريخنا، جزء من ثقافتنا. هي ثقافة. احنا عندنا، تعرف، أول شيء لما تجي للجزائر أول شيء يستقبل به الإنسان ضيفه هي المائدة. لما تكون مزينة بعدد الحلويات اللي موجودة على الطاولة، هكا كأنك كبرت به يعني. ولأنه في الجزائر عندنا ما يسمى بقهوة العشية، هي قهوة مع حليب الساعة 4 هكا، مثل التي تاي. فرحت له أكثر أنه هلا صار فيه اهتمام، لأنه كثير طبعاً. الجزائر كانت غير معروفة، لكن الحمد لله. والحياة مع الزملاء الجزائريين وجنسيات مختلفة دائما تشكل لنا تنوع ثقافي، وهذا العالم الذي أصبح مترابطا في مكان ما. شكرا لك على وجودك. كل لبس في كل منطقة عنده حكاية جميلة. الكلمة دي عجبتني جدا، يعني هي كنت عايزة أعرف اسم الزي اللي هي لابساه، قالت عليه الكراكو الجزائري. فكل لبس طبعا، كل منطقة ليها لبس معين، وكل لبس ليه حكاية زي ما هي بتقول. فيديو جميل جدا يا جماعة، والله ما شاء الله. أنا لو قدام السفرة دي أنا أحتار من كتر الأكل. أنا مش عارفة، يا ما شاء الله قالت كذا نوع، يعني آخرهم حاجة اسمها كعب الغزال دي. إيه يا جماعة الحاجات الجميلة دي، الأكلات الجزائرية والحلويات الجزائرية اللي الواحد يحتار كده. لو السفرة دي قدامي كده أنا أحتار كده، مش عارفة أكل إيه ولا إيه ولا إيه. وما شاء الله عندها معلومات قيمة جدا، ثقافة، عندها ثقافة عالية جدا. ببعث لها كل الشكر الإعلامية نوال القاضي، بحييها على معلوماتها الجميلة دي، اللي بتعرف بها التراث الجزائري للناس، والأكلات التقليدية والأكلات الجزائرية والحلويات الجزائرية. فبجد حاجات جميلة جدا، يعني ممكن لعل البعض يعني يستفاد منها، يعني أو نعرف ثقافة الشعوب، يبقى فيه ثقافة كده عندنا، نعرف مثلا الأكلات والتراث الجزائري واللبس الجزائري، فكل حاجة نعرفها جميلة عن الجزائر. بشكركم جدا، مستنية آرائكم في التعليقات. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.